يلا نعمل مع بعض واحدة من الحلويات الدمياطي اللذيذة جدا. الحلو ده متوازن قوي، العجينة بتاعته بتبقى مرملة وطرية، والأطراف بتاعتها بتبقى مقرمشة حاجة بسيطة، والحشوة بقى كريمية كده وطعمها يتجنن. والسكر في الوصفة دي مظبوط على الشعرة. طبعا عرفتوا ان انا بتكلم على اللينزا الدمياطي. مقادير الوصفة دي سهلة جدا لانه كلهم نفس الوزن. احنا بنحتاج زبدة، دقيق، جوز هند وسكر بودر. انا بفضل طبعا ان احنا نستخدم الميزان، بس انا هقول لكم الوزن بالميزان وبالكوبايه. 150 جرام من الزبده الطريه، يعني كوبايه الا ربع ناقص معلقه. وكمان 150 جرام من السكر البودره، يعني كوبايه وربع. و150 جرام من جوز الهند بس يكون ناعم، يعني كوبايتين. وهنحتاج كمان 150 جرام من الدقيق، يعني كوبايه وربع ناقص معلقه. طبعا انا مستخدمه اكواب معياريه. وهنحتاج بيضتين يكونوا بدرجه حراره الغرفه. أول حاجة هنضيف السكر البودرة على الزبدة ونقلبهم مع بعض كويس قبل ما نشغل المضرب عشان السكر ما يطرش في كل حتة. وبعد كده هنبدأ إن احنا نخلطهم مع بعض كويس جدا بالمضرب. ممكن نستخدم مضرب يدوي، مش لازم المضرب الكهربائي. المهم إنهم يختلطوا مع بعض كويس جدا ويبقى الخليط بتاعنا كريمي شوية. هو ده بقى بالظبط القوام اللي احنا عايزين نوصل له. بعد كده هنضيف البيض، بس هنضيفه بيضة بيضة. هنضيف بيضة ونخلطهم كويس مع بعض لغاية ما البيضة تختفي. هنضيف التانية، ما بنبالغش في الضرب، مجرد بس ما بتختفي بنضيف البيضة اللي بعدها. وهضيف عليها معلقة صغيرة من الفانيليا، يعني 4 جرام. وهخلط برضو المكونات مع بعض، وبعد كده هبدأ ان انا اضيف المواد الجافة. اول حاجة هضيف جوز الهند وهقلب المكونات كده مع بعض لغاية ما جوز الهند يختفي تماما. وبعد كده هضيف الدقيق، ومع الدقيق بضيف رشة من الملح. وهقلب بقى المكونات مع بعض لغاية ما الدقيق يختفي تماما. احنا ما بنقلبش كتير، مجرد بس ما الدقيق ما بيختفي والعجينة تبقى جاهزة معانا بالشكل ده. هي بتبقى عجينة طرية بتلزق شوية. هنجيب بقى صينية مقاس 26 أو مقاس 28 وندهنها بالزبدة أو بالسمنة. وهناخد تلتين العجينة، يعني هنقسم العجينة تلتين وتلت. التلتين هنحطها في الصينية وهنبدأ إن احنا نفردها كويس جدا. ونحاول طبعا نخلي السمك بتاع الفرد يبقى كله متساوي. واحنا بنفردها هنعمل العجينة جوانب، يعني هنرفعها كده في الصينية نعمل لها حواف شوية. وبعد ما بنفرد العجينة كويس بالشكل ده ونتأكد ان هي الطبقة بتاعتها متساوية، هنحضر بقى الحشوة بتاعتها. للحشوة هنحتاج نص كيلو من اللبن، اللي هو 500 جرام من اللبن. وهنضيف عليها ربع كوباية من السكر، يعني 50 جرام. وكمان تلت كوباية من النشا، يعني 40 جرام. ومعلقة كبيرة من الكريم شانتيه الخام اللي هو بدون سكر. لو الكريم شانتيه مش متوفر يبقى زودوا المعلقة دي في النشا، يعني خلوها 50 جرام من النشا. هنقلبهم مع بعض كويس جدا على البارد، وبعد كده نرفعهم على النار مع التقليب المستمر لغاية ما تتقل بالشكل ده. في الوقت ده هنضيف عليها نص معلقة صغيرة من الفانيليا ونقلبها. ونضيفها بقى على العجينة اللي احنا كنا فردينها في الصينية بالشكل ده. طبعا لازم نفردها على طول وهي سخنه، لان هي طبعا بتجمد بسرعه. مهم جدا واحنا بنعمل طبقه المهلبيه ان احنا ما نخليهاش تغلي كتير على النار. مجرد ما بتبدا تتقل نرفعها من على النار، لان هي لسه هتدخل الفرن تاني. هنوزع بقى الطبقه كويس جدا كده في الصينيه ونسيبها تهدى كده 3 4 دقايق. وبعد كده التلت التاني بتاع العجينه اللي كنا سايبينه هنحطه في كيس حلواني مع قمع بتاع البسكوت زي كده، او قمع يكون مدور، يعني اي قمع او اي شكل انتوا عايزين تستخدموه استخدموه. وهنبدأ نعمل خطوط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او ممكن تعملوا طبعا الشكل اللي انتوا عايزينه، الرسمة من فوق اللي انتوا عايزينها. بس ده هو اكتر شكل مشهور لللينزا. لو عندكم كريز احمر ممكن تضيفوها عليها، بيبقى شكلها حلو قوي ومشهورة قوي كمان مع اللينزا الدمياطي. في الوقت اللي احنا شغالين فيه في اللينزا بنكون مشغلين الفرن على 180 او 190 لو الفرن بتاعتكم باردة. بندخل الصينية في الرف الوسطاني، بتاخد حوالي 25 دقيقة، يزيد او يقل حسب الفرن. وهتعرفوا ان هي استوت اول ما تاخد لون من تحت ومن الجناب. لو اللون من فوق كان لسه فاتح شوية ممكن نفتح عليها الشواية عشان تاخد لون من فوق. اول بقى ما بنخرجها من الفرن بندهنها بمربى المشمش، ده الاصول بتاعتها. لكن لو مش متوفر ممكن ندهنها بشربات تقيل او حتى بعسل نحل. بس لو هتدهنوها بشربات او بعسل نحل ما تكتروش، هو دهنه خفيفه كده بتاخد تلميعه وبتديها طراوه خفيفه كده من فوق، بس ما بنزودهاش عشان الطعم ما يكونش مسكر زياده. بعد ما بندهنها بنسيبها تبرد خالص وبعد كده بنزينها. انا هنا زينتها بشويه فستق على شويه جوز هند. طبعا ممكن تزينوا بجوز هند بس، ممكن كمان تحطوا الكريز في دلوقتي، مش لازم حتى قبل ما تدخل الفرن. يعني زي ما انتوا تحبوا تقدروا تزينوها زي ما انتوا عايزين. نقطعها بقى ونشوف الطبقات بتاعه اللينزا الجميله. الوصفه دي ما ينفعش ما تجربوهاش، الميكس بتاع الطعم بجد جميل جدا. والسكر بتاعها هادي ولذيذ، وخصوصا لو انتوا هتستخدموا مربى المشمش من فوق. يلا بقى جربوها، وما تنسوش تبعتولي صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وكمان هستنى تعليقاتكم الجميلة واللايك والشير للفيديو ده عشان يوصل لناس كتير. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها.
واشوفكم على خير الفيديو الجاي.